ريم كانت بتعاني إنها تعمل توازن بين جوانب حياتها المختلفة. بسبب انشغال ريم وتشتت حياتها كانت بتواجه الضغط بإنها بتصرف كتير، خصوصا على الملابس والطعام والقهوة الصباحية، ودايما كانت بتخلص المرتب قبل الشهر ما يخلص وتستلف وتبقى مديونة، وبعد كده تبدأ الشهر اللي بعده بمرتب أقل لأن عليها تسديد الديون بتاعت الشهر اللي فات وهكذا. لكن مع اقتراب آخر الشهر ونزول المرتب قررت إنها تقوم بإدارة فلوسها بشكل أفضل عشان تتخلص من الديون نهائياً، فبدأت تعمل تغييرات في عاداتها المالية. أول حاجة، حددت الحاجات اللي بتحركها للإنفاق. أدركت إن سلوكها المالي كان بيعتمد على رغبتها في الشعور بالسعادة والرضا. كانت بتشتري حاجات جديدة عشان تشعر بإن شغلها يعود عليها بثمار، بس الشعور ده كان مؤقت جداً. تاني حاجة، عملت تغيير في السلوك. قررت تغيير عاداتها المالية، بدأت تحدد ميزانية شهرية وتتتبع مصاريفها عشان تكون دايما أقل من دخلها. كمان قللت من شراء الحاجات غير الضرورية، وبعد شهور قليلة بدأت تدخر. النتيجة، التغيرات اللي عملتها ريم في عاداتها المالية ساعدتها تحسن حياتها بشكل كبير. أصبحت أكثر سعادة وكمان أصبحت أكثر مسؤولية ماليا. قصة ريم بتبين إزاي ممكن نغير سلوكنا المالي عن طريق تغيير العادات من خلال تحديد المحفزات وتغيير السلوك والتركيز على النتيجة. ممكن نحسن حياتنا المالية بشكل كبير. تذكر أن تراقب أفكارك ومشاعرك، لأنها ستصبح معتقداتك، ومعتقداتك ستشكل عاداتك، وعاداتك ستصبح نتائجك.